عاجل. الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينجح في تحقيق خطوة بالغة الأهمية بعدما أقنع الفيفا ببرمجة مباراة المنتخب الوطني ضد الصومال فوق أرض الجزائر. هذا القرار التاريخي الذي أعلنه التلفزيون العمومي أثار موجة فرح كبيرة في الشارع الرياضي، واعتبر فرصة ذهبية للخضر لحسم التأهل إلى مونديال 2026 قبل الأوان. فحسب البيان الرسمي ستجرى مواجهة الجولة التاسعة أمام الصومال يوم 9 أكتوبر بملعب ميلود هدفي في مدينة وهران. ويعود السبب إلى أن المنتخب الصومالي لا يملك ملعبا مؤهلا دوليا، ما دفع الفيفا إلى اعتماد الجزائر كبلد مضيف. أما الجولة العاشرة فستجمع الخضر بمنتخب أوغندا يوم 14 أكتوبر بملعب الشهيد حسين آيت أحمد في تيزي وزو. قرار الفيفا اعتبره المتابعون إنجازا كبيرا للاتحادية الجزائرية، كونه جنب المنتخب عناء السفر ومنح اللاعبين أفضلية الاستعداد فوق أرضهم وأمام جماهيرهم. وإذا نجح رفقاء محرز في الفوز على الصومال فسيكون التأهل إلى كأس العالم قد حسم بشكل رسمي دون انتظار الجولة الأخيرة. الجماهير الجزائرية الآن على موعد مع أمسية كروية تاريخية قد تسجل بأحرف من ذهب، فيما يظل السؤال مطروحا: هل سيحسم الخضر بطاقة التأهل من وهران قبل مواجهة أوغندا؟